لايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا. بتسع ل 30,000 متفرج. افتتاح هذا الملعب كان الرسمي طبعا كان في سنة 2001 يعني قبل كأس العالم 2002 رمزي كأس العالم. وهنا نمر إلى تشكيلة المنتخب الوطني الياباني. نبدأ بالمنتخب الوطني الياباني. هذه الصورة طبعا على مستوى تمركز اللاعبين نلقاو سوزوكي زيون في المرمى، كو إيتاكورا، يوتا تاكيهيرو يوكانيراي، اندو واتارو قاد الفريق، ايتو جونيا، كيوغو، موريتا إيديمازا، أتاتي ريو، وكوبو تاكيفوزا مع المدرب مورياسو أجيمي. تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بعد لحظات شاهدوها على الشاشة. هذه صورة للمنتخب الوطني الياباني اللي يضم العديد من اللاعبين الممتازين. إذا أمامكم التشكيلة: معز حسن، عمر منتصر الطالبي، علي العابدي، محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، محمد علي بن رمضان، عيسى بلال العيدوني، الياس الصخيري، عصام الجبالي، والياس العاشوري. إذا أمامكم الآن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كما يلزم طويل الكرة خارج الملعب. كومية على بنك الاحتياط، وأيضا نكم وراء كيتو لاعب المنتخب الياباني. كرة في العمق طويلة، يخرج معز حسن معوض أيمن جيدا بما أنه يلعب في فريق جامبا أوزاكا. هذه كرة للمنتخب الياباني، محاولة المرور خطيرة العملية وقطع عبرة. والإطار الفني أكيد قرأ حساب العديد من النقاط تبع هذه العملية. حذاري من هذا الهجوم، فما مخالفة سفرها الحكم وانغدي ضد المنتخب الوطني التونسي. خطأ دراجر هو اللي كان ضيع الكرة، وحامل القميص سوداورا هو اللي باش ينفذ الكرة الثابتة. لا، وفي دين معز حسن كانت محاولة من كوبو محترف ريال سوسيداد الإسباني. معز حسن التي تشجع بلا هواد. هذه كرة خطيرة المنتخب الياباني في منطقة الجزاء، حذاري وقطع. رجعت لصالح المنتخب التونسي محمد علي بن رمضان. منتخبنا يوقف كما يلزم. كرة خطيرة ويخرج معز حسن، هو اللي دائما يرعى المباريات الودية للمنتخب الياباني. كما قلت منذ سنة تقريبا كنا ربحنا دورة، كانت دورة كيرين، دورة رباعية ضد المنتخب الياباني بثلاثية نظيفة. وقرها المنتخب الياباني في السنوات القليلة الماضية. هذه كرة خطيرة في منطقة الجزاء، حذاري قطع الكرة، تسديدة مرت بسلام. كرة أتاتيريو لاعب سلتيك، سنعيد المشاهدة بالتأكيد. هذه الكرة شوف اللعب على الأروقة وسرعة التمريرات، رجعت له الكرة وبالرجل اليسرى بعيدة، والحمد لله مرت الكرة الأخيرة للمنتخب الياباني. الكرة في منطقة الجزاء، محاولة المرور، التغطية ضرورية، التسديد، وباه الدفاع من جانب أسامة الحدادي. يستميت أسامة الحدادي في الكرة الأخيرة من جانب سوغارا يوكيناري. هذه الكرة الأخيرة من محمد علي بن رمضان، المسك من القميص، كان ينجم يرجع المخالفة في العملية على الجهة اليسار. أسامة الحدادي، توزيع في دين الحرب. هاو منتخب اليابان من جديد في الهجوم، حذاري من هذه العملية. محاولة على حامل الكرة والاحتياط من هذه العمليات. خطيرة الفرصة المنتخب الياباني، مرت سلامات. 34 دقيقة لعب. إن شاء الله يكمل الشوط الأول على الأقل بهذه النتيجة في انتظار تطورات ومعطيات الشوط الثاني. هذا منتصر الطالبي كالعادة أنيق في تدخلاته وأيضا حاسم في كل تدخلاته. منتصر الطالبي في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. شوف في منطقة المنتخب الوطني التونسي، أرضية خطيرة، العملية الأخيرة، التسديد تخرج في مرة من العيدوني، والثانية بالرأس. كسب نتيجة إيجابية ضد منافس سبق وأن انتصرنا عليه 3 أهداف مقابل هدف في نهائي دورة كيرين باليابان. فيرين فاروتشي المجري. هذه كرة للمنتخب الياباني، حذاري وتغطية موجودة. يخرج من موريتا، حذاري من هذه العملية. الهدف الأول لصالح المنتخب الياباني. لم يمهلنا كثيرا. كيوغو رقم 11 محترف سلتيك الاسكتلندي
يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني الياباني مواليد جانفي 95. هي إعادة، شوفوا الإعادة والاعتماد على في التنفيذ. ترجع تونسية أسامة الحدادي مرفوعة في منطقة الجزاء يابانية في مرة أولى ومرة ثانية التدخل يلزم قطع الكرة، التسديد أرضية وموجود أحسن، موجود معز أحسن. قلت أمام منتخب وطني تونسي وقف كما يلزم في الشوط الأول قبل هدف بطريقة ساذجة. التونسية باهية العملية، باهية العملية وخروج الحارس، تايمينج صحيح من حارس المنتخب الياباني سوزوكي. كانت عملية هو المطلوب السرعة في عكس الهجومات. الفيفا الأخير هذه كرة البحث عن التسديد وحذاري، مرت بسلام الكرة الأخيرة من جانب أتاتيريو. ياسر السخيري تتنفذ المخاطبة، كرة مقوسة ويخرج أيضا له من الإمكانيات الكثير والكثير. كرة الضغط على حامل كرة مطلوب قبل الوصول للمناطق الخلفية، والمعاناة من هذا المنتخب اللي عنده سرعة كبيرة. منتصر الطالبي كالعادة تدخلات يا معز. ترجع الكرة تبقى للمنتخب الياباني، التسديد أرضية مرت بسلام الكرة الأخيرة من جانب لاعب المنتخب الياباني. سنعيد المشاهدة بالتأكيد. شوف كيفاش يلعبوا على الأروقة وسرعة التمريرات في ظهر المدافعين. خرج معز حسن في مرة أولى المنتخب الياباني، كرة في العمق، حذاري من هذه الكرة ومباشرة لوريون. هذه كرة خطيرة المنتخب الياباني في منطقة الجزاء، خطيرة الكرة أرضية تمر جانبية لمرمى الحارس معز حسن. شوف المباغتة وقطع الكرة بسرعة، تتقص الكرة تتفك بلمسة واحدة، يلقى الثغرة يسدد أرضية كرة لكن جانبية لصباح بتوقيت تونس بطبيعة الحال. هذه كرة في منطقة الجزاء حذاري، والثاني طبيعي جدا يعني ما تقلقش في الهجوم، تقبل الأهداف في الدفاع. قبلنا الأهداف وقبلنا اللعب، وهدف ثاني أخطاء على مستوى التمركز، وثاني أهداف المباراة للمنتخب الياباني مع الدقيقة